قلتي لي اختار تمرين واحد تبقى ديرو في الحصه ديال الكتاف حياتك كامله بدون اي تفكير، غادي نختار دامبلز شولدر بريس. هذا التمرين هذا كيعطيك كتاف كبار مدورين وعراض، كيبني الحجم وكيقوي القدره ديال التحمل ديال الكتاف، وكتقدر دير فيه البروغريسيف اوفرلود عن طريق زياده الاوزان. كل ما زادت القدره ديال التحمل ديالك بطبيعه الحال قبل ما تادي هذا التمرين تيخصك تسخن مزيان الروتيتور كاف ديالك والمفصل ديال الكود عن طريق الاكسترنال روتيشن بحال هكا والانترنال روتيشن بحال هكا. هذا التمرين هذا كيتعتبر تمرين دبل جوينت لان كيخدم فيه المفصل ديال الكتف اللي كيدير فلاكشن، وكيخدم فيه المفصل ديال الكود اللي كيدير فلاكشن واكستنشن، وكتخدم فيه حتى السكابولا ولا شولدر بليد اللي كتشد التوازن ديالها وكدير واحد لاغوطاسيون باش كتعاوننا ناديو هذا الفول اوفر هاد موشن. اول حاجه باش نادي هذا التمرين تيخصني نخلي الكرسي ديالي ما بين 65 حتى 70 درجه. باش نادي التمرين كنجيب لي كود ديالي قدامي بحال هكا ما بين 10 حتى 20 درجه وكندير بريس الفوق. بطبيعه الحال كل ما تقلتي بزاف كل ما غيبدا يبان لك الكود ديالك كيتحل بواحد الشكل بحال ناتورال، ولكن رد البال الا تحل الكود ديالك 90 درجه هكا غادي تتعرض للاصابه الله يستر. اهم حاجه ما تقوش الظهر ديالك بزاف لقدام، وديما استعن بالركابي ديالك باش تدفع الثقل عندك، ماشي تحاول تهز الثقل من الارض وتهزو بالكتف ديالك. بسم الله، شوف الركبه ديالي، واحد جوج، ايزي ويزي، بسم الله، يب. حركه سلبيه نتعطل فيها شويه، نهبط مزيان، سهله مهله، ليتس جو. جاتني تخيله في الاخر حاجه بقيت كنهضر حقرتها. يلا تهلاو عصاطه عزي.